قصتنا النهارده هي قصة حقيقية لأشهر مغنية في تركيا. بيبدأ الفيلم ببيلجن وهي بتحط المكياج بتاعها وبتستعد إنها تطلع تغني على المسرح، وأول ما بتظهر على المسرح الجمهور بيسقف لها. بنرجع بالزمن علشان نشوف بيلجن وهي طفلة صغيرة بتلعب مع الولاد قدام بيتها، وساعتها أبوها بينادى عليها وبيديلها عود صغير، ولما أبوها بيدخل البيت بتسمعه وهو بيتخانق مع أمها. بعدها أمها بتطلع وهي معاها شنطة هدومها وبتاخد بيلجن وبيركبوا الأتوبيس وبيوصلوا البيت قديم في أنقرة. وبيعدي الوقت وبنشوف مدرسة الموسيقى وهي بتعلم بيلجن ازاي تنظم نفسها وهي بتغني. بتروح بيلجن لمعهد الموسيقى وبتعمل الاختبار علشان يقبلوها في المعهد. بترجع لأمها في يوم وهي مبسوطة جدا، بتقول لها انها نجحت في اختبار القبول في معهد الموسيقى، وبتدخل لأوضتها وبتبتدي تكتب جواب. وساعتها أمها بتسألها انت بتكتبي جواب لمين؟ فبتقول لها انها بتكتب جواب لأبوها علشان تفرحه بانها نجحت في امتحان الموسيقى. ولكن أمها بتكون متضايقة جدا، وده لأن أبوها ابو بيلجن يعني عمره ما سأل عليها. وبتنتظم بيلجن في المعهد وبتكون شاطرة جدا، ولانها ما معهاش فلوس علشان تشتري آلات موسيقية بتفضل في المعهد بعد ما زمايلها يمشوا علشان تتدرب على العزف، وما بترضاش تخرج مع زمايلها. فواحدة منهم بتعزمها على عيد ميلادها اللي هي عاملاه في الحانة، وبتروح بيلجن لمحل الآلات الموسيقية وبتعجبها آلة تشيلو مكتوب عليها بيرغن. فبتسأل صاحب المحل عليها، فبيقول لها ان الآلة دي مميزة جدا وان صنع الآلة دي بقى مشهور جدا، وبيقول لها ان الآلة ب 16,000 ليرة. فبتقول له ان مفيش معاها المبلغ ده، وبتطلب منه يشيل التشلو ده وما يبيعهوش لحد ما تحوش ثمنه وتجيبه له. في نفس اليوم بالليل بترجع للبيت وبتكون امها شغالة على مكنة الخياطة بتاعتها، فبتطلب بيلجن من امها انها تديها 16,000 ليرة تشتري بيها تشيلو علشان ما تبقاش متأخرة عن زمايلها في المعهد. ولكن امها بتقول لها ان مفيش معاها المبلغ ده، وبتقول لها اشتغلي شغلانة تانية جنب شغلك في مكتب البريد وانت تحوشيه. فبتتعصب بيلجن عليها وبتقول لها انها بتدرس الصبح وما عندهاش وقت تاني تشتغل فيه. في نفس اليوم بالليل بتكون بيلجن في شغلها في مكتب البريد، فبتخرج بسرعه وبتروح للحانه اللي فيه عيد ميلاد صاحبتها، وبتكون لابسه فستان واحده من زباين امها. وزمايلها بيكونوا معجبين جدا بيها وبيطلبوا منها تطلع تغني على المسرح. وبتطلع بيلجن على المسرح لاول مره، ولما بتغني صوتها بيعجب كل الموجودين في الحانه، وبيكون في واحد من الموجودين اسمه عبد الله مركز قوي معاها. ولما بترجع للبيت متاخر بتكون امها قلقانه عليها جدا وبتطلب منها تقلع فستان الزبونه. وساعتها بيلجن بتفضل تحكي لامها قد ايه الناس في الحانه عجبهم صوتها، ولكن امها بتتعصب عليها وبتقول لها مفيش غنى في حانات تاني. تاني يوم بتكون بيلجن في شغلها في مكتب البريد، وساعتها بتلاقي عبد الله قدامها وبيعزمها تتفرج معاه على ماتش كوره. من بعدها بيقربوا من بعض اكتر وبيخرجوا مع بعض بعربيته وبيعلمها السواقه. ساعتها بيعترف لها بحبه وبيقول لها انه عاوز يتجوزها، وبيقدم لها دبلة جواز فبتوافق وبتلبسها. بعدها ام بيلجن بتروح لعبد الله وبتطلب منه يبعد عن بنتها لانه هيعطلها عن دراستها، وبتقول له انها عمرها ما هتوافق على جوازهم، وبتطلب منه هو اللي يبعد عنها لان بنتها مش هتسمع كلامها وتسيبه. فبينفذ عبد الله اللي اتطلب منه وبيسيب بيلجن من غير ما يقول لها اللي حصل. فبتكتئب وبتفضل حابسه نفسها في اوضتها، ولكن امها بتتعصب عليها وبتفتح شباك اوضتها وبتجبرها تدخل تغير هدومها. ساعتها بيلجن بتنهار وبتفضل تعيط. وتاني يوم مدير الحانه اللي غنت فيها بيروح لها البيت وبيعرض عليها انها تغني في الحانه بتاعته لانه معجب بصوتها، ولكن امها بترفض. وساعتها بيلجن بتقول لها انها عندها 18 سنه وامها ملهاش كلمه عليها. ولما المدير بيطلب منها انها تختار اسم شهره فبتختار اسم بيرغن على اسم آلة الموسيقى اللي كان نفسها تجيبها. بتبدا بيرغن تغني في الحانه وبتحقق نجاح وشهره كبيره جدا. ولما بترجع البيت بتشوف ابوها واقف قدام الباب، فبتجري تسلم عليه ولكنه بيتعصب عليها وبيقول لها ازاي تشتغلي في حانات، يا ريتك كنت اصلا متي قبل ما تعملي كده. وهنا ام بيرغن بتجيب له جوابات بيرغن اللي كانت بتبعتها ليه، وبتقول له دلوقتي جاي تتحكم فيها؟ ده انت حتى ما كنتش بترضى تستلم جواباتها اللي كانت بتبعتها لك كل اسبوع. وبترمي له الجوابات اللي كلها رجعتهم له تاني لانه ما استلمهمش. وساعتها بيمشي ويسيبهم، وبيرغن بتنهار وبتكسر العود اللي كان ابوها اشتراه ليها وهي صغيره. وامها بتحاول تهديها. من بعدها ما بتروحش المدرسه وبتقرر انها تكمل في الغنى، وامها بتروح معاها كل يوم توديها وتستناها ويروحوا مع بعض. وبعد ما موسم الصيف بينتهي بيجي لها عرض من صاحب حانه تانية في مكان بعيد عنهم، فبتروح هي وامها يعيشوا هناك. وبتتشهر بيرغن وبيكون واحد اسمه هالز باين عليه انه معجب جدا بيها. بعدها صاحب الحانه بيفاجئها انه دفع لها مقدم عربيه وبيقول لها الاقساط كمليها من شغلك، فبتشكره وبتركب العربيه هي وامها صاحبتها اللي بتشتغل معاها في الحانه. وفي يوم بتكون بيرغن بتغني في الحانه وفجاه بتفقد الوعي، وساعتها هالز بيشيلها وبيوديها المستشفى. وبعد
وبعد ما بتخرج بيعزمها على العشاء. وفي اليوم ده بتروح برغن وهي مبسوطه جدا لدرجه انها بتنام من غير ما تغير فستان السهره اللي كانت لابساه. تاني يوم بتطلع من الشغل فما بتلاقيش عربيتها، وقتها بتفضل تسال كل اللي كانوا موجودين في المكان، فصاحب الشغل بيقول لها اكيد العربيه اتسرقت، وساعتها هالز بيقول لها ما تقلقيش انا هرجع لك العربيه. في نفس اليوم بالليل قابلها على العشاء وقال لها انه لقى العربيه، وبتعرف انه دفع لها بقيه الاقساط بتاعتها، وبيعرفها انه معجب بيها جدا. وتاني يوم راح لها وفاجئها بعربيتها وقال لها انه هيسافر، ولكن لو طلبت منه ما يسافرش هيقعد وهيتجوزها. فوافقت ان هم يتجوزوا، وساعتها طلب منها انها ما ترجعش تغني في الحانه، فقال لها انه هيخليها تغني ولكن في شركه الانتاج اللي هيعملها علشانها. وحكت لامها على كل حاجه فتعصبت عليها وقالت لها ده قد ابوكي. ولكن برغن صممت على رايها وقالت لامها انها عاوزه تتجوز وتخلف ويكون عندها عيله مستقره مش زيها. فامها قالت لها لو اتجوزتيه انسي ان ليكوا ام. فصممت برغن على قرارها، وتاني يوم بيكتبوا كتابهم في حضور صاحبه برغن وصاحب الحانه، وامها ما بتحضرش كتب الكتاب. وبيروحوا بعدها يزوروا ابوها اللي بيكون تعبان ومحجوز في المستشفى حاضرين. وبعد الجواز بتحس برغن بالوحده لان جوزها بيسيبها بالايام لوحدها، وكانت بتحلم انها بتغني على المسرح بس صوتها ما بيبقاش طالع. وبيدخل جوزها وهي نايمه على الكرسي، ولما بتساله انت كنت بايت فين بيتعصب عليها وبيقول لها ما يخصكيش كنت فين. فبتقول له انها مخنوقه بقالها كتير ما شافتش امها وعاوزه تزورها، فبيضربها بالقلم. وتاني يوم بيجيب لها ورد هديه وبيطلب منها تسامحه وما تعصبهوش تاني. تاني يوم بتقول له انها اتخنقت من القعده لوحدها وعاوزه تخرج وترجع تغني تاني، وبتقول له انها هتسافر لامها بكره الصبح. وساعتها بيبان عليه انه هيضربها، فبتجري ناحيه اوضتها، وساعتها بيشد مفرش السفره وبيدخل وراها وبيديلها علقه موت. تاني يوم امها بتروح لها وبتفضل تخبط عليها، ولكنها بتكون مرميه على الارض ووشها كله كدمات وما بتقدرش تقوم تفتح الباب. فامها بتروح لهالز وتقول له انها عاوزه تشوف بنتها، فبيتعصب عليها وبيقول لها لو شفت وشك هنا تاني هقتلك. بعدها صاحبتها بتكون في البنك فبتشوف هناك المأذون اللي كتب كتاب برغن، وبيطلع انه موظف في البنك. في نفس اليوم بالليل بتكون برغن بتحط كريمات على وشها مكان الكدمات، وساعتها هالز بيدخل الاوضه وبيلبسها عقد هديه وبيقول لها انه هيسهرها بره. ولما بتخرج معاه الناس بيعرفوها وبيطلبوا منها تغني لهم، فبتغني وهي قاعده في مكانها. ولما بيرجعوا البيت بيضربها تاني، فبتسيب البيت وبتروح لصاحبتها، فبتعرفها ان هالز ضحك عليها وانه ما اتجوزهاش والمأذون كان واحد صاحبه. فبتنهار، وتاني يوم الصبح بترجع لامها اللي لما بتشوف وش بنتها بتتخض وبتاخدها في حضنها وبتدخلها البيت. شهرتها بتزيد اكتر من الاول وامها ما بتفرقهاش، ولكن بتيجي برقيه للام بتعرف منها ان جوزها مات. تاني يوم الصبح بتكون برغن واخواتها وامها قدام قبر ابوهم، وساعتها بتشوف هالز اللي بتاسف لها على اللي عمله وبيقول لها انه مش قادر يعيش من غيرها، وبيطلب منها تديله فرصه واحده وتسهر معاه هو واصحابه بالليل. فبتوافق وبتروح له في الميعاد اللي اتفقوا عليه، فبيعرض عليها انه يتجوزها رسمي ويعمل لها فرح. والغريبه ان برغن بتوافق ودخلت على امها وهي لابسه فستان الفرح، فامها ما كانتش مستوعبه ازاي بنتها وافقت ترجع للراجل اللي خدعها وكان بيضربها. وامها بتقول لها انا مش هسيبك للراجل ده تاني. فبرغن بتقول لامها ما تخافيش انا هعرف احمي نفسي منه. فامها بتقول لها وليه ما حماتيش نفسك قبل كده منه؟ ولكن للاسف برغن ما بتسمعش كلام امها. وبعد كده بتكون برغن مع جوزها في جنينه. ساعتها برغن بتقول له ان نفسها في طفل، فبيقول لها ان ده لو حصل هيكون اسعد واحد في الدنيا. فبتفرح، ولكن فرحتها بتتبدل لخوف بسرعه لما واحد من الاطفال بيرمي الكره غصب عنه ناحيتهم، فبياخد الكره وبيروح للولد اللي رماها وبيقطع الكره بالسكينه وبيرميها للولد اللي بيبان عليه انه اترعب منه. وهنا برغن اتاكدت ان هالز عمره ما هيكون اب حنين. في نفس اليوم بالليل بيكونوا مروحين بالعربيه مع بعض، وساعتها برغن بتساله هو ابوك كان بيضربك وانت صغير؟ فبقول لها ايوه كان بيضربنا علشان يربيني، وانا برضه هضرب ابني علشان اربيه، والضرب ده دليل على الحب على فكره يعني. فبتبص له باشمئزاز وبتقول له من امتى الضرب كان تعبير عن الحب اللي عند الناس المريضه بس؟ فبيوقف العربيه في حته مقطوعه وبيقول لها انزلي، فبتخاف منه وبتنزل من العربيه، فبيمشي وبيسيبها وهي ما بتبقاش عارفه تتصرف ازاي. فبيرجع لها تاني وبيفتح باب العربيه فبتركب معاه من سكات. بعدها بنشوفها وهي في البيت وبيكون وشها متخرشم من الضرب اللي هالز ضربه لها. في نفس اليوم بالليل بتاخد تاكسي بتروح لبيت اختها، ما بيبقاش معاها فلوس، فبتدي للسواق دبلة جوازها، ولما بيرفض ياخدها بتقول له انها كده كده مش هتلبسها تاني. والصبح هالز بيروح لها بيت اختها، واول ما بتسمع صوته بتنزل تستخبى تحت الترابيزه وهي مرعوبه. وساعتها بيهدد اختها بيقول لها لو ما رجعتش هقتلها، وراح وحرق بيت امها علشان ينتقم منها. وامها بتفضل تعيط على بيتها اللي اتحرق. وبترجع برغن للغنى تاني وامها مش بتفارقها، وعلشان ينتقم منها حدف ميه نار في وش برغن وامها، وبينتقلوا هما الاتنين للمستشفى. وامها بتكون اصابتها بسيطه، ولكن برغن وشها بيتشوه
وهو عينيها الشمال بتضيع، وعبد الله بيروح يزورها لكنها ما بترضاش تقابله، والدكاتره بيعرفوا امها ان بنتها هتفضل تتعالج لمده سنتين وان عينيها الشمال ضاعت. وهي في المستشفى هاليس بيتصل بيها وبيقول لها ان الشرطه بتطرد في كل مكان وبيهددها انها لو ما تنزلتش عن المحضر هيقتل امها. بعد سنتين بنرجع لاول مشهد في الفيلم وبنشوف برغن وهي بتحط لاصق على عينيها الشمال وبتطلع لجمهورها اللي بيستقبلها بتسقيف حار، وموضع حرق وشها وعينيها بيكون ليه جانب ايجابي اللي بيشهرها اكتر، وبتتحول برغن لاشهر مغنيه في تركيا، وكانت دايما بتغني اغاني حزينه بتعبر عن الالم اللي شافته في حياتها، والجمهور كان بيحبها وبيتعاطف معاها. وبنشوف هاليز وهو في السجن وكان معلق صورها على الحيطه وبيسمع اغانيها، وفي يوم راحت برغن تزوره ووريته عينيها فقال لها ببرود انت المفروض تشكريني علشان بالسبب اللي عملته فيكي بقيتي اشهر مغنيه في تركيا، لو طولت امك اللي كنت عاوزها تموت لما رميت عليها ميه النار معاكي هقتلها. فبتتعصب عليه وبتقول له مالكش دعوه بامي، فبتقول له انه راجل ما عندوش شرف وبتسيبه وبتمشي. ولما بتطلع من عنده بتلاقي صحفيين ومعجبينها مستنيينها فبتحييهم وبتركب عربيتها. بعدها بيكون عندها حفله كبيره وبتبقى واقفه على المسرح بتسلم على جمهورها، فواحد من وسط الجمهور كان بيتظاهر انه بيصورها وقرب منها وطعنها في رجلها، وبيكون الراجل ده واحد من رجاله هاليز، وبالرغم من ان رجلها بتنزف الا انها بتقف على رجلها وبتغني لجمهورها واللي بيتفاعل معاها جدا ومع الاغنيه الحزينه اللي بتغنيها. وبيطلع جوزها من السجن وبيكون مع السواق بتاعه في عربيته وبيفضل يكذب عليه وبيقول له ان برغن جات له في السجن وترجته يرجع لها لانها مش قادره تعيش من غيره، ولكنه رفض وبيروح لها الفندق اللي هي نازله فيه وبيترجاها ترجع له ولكنها بترفض. وامن الفندق بيتصلوا بالشرطه وساعتها هي بتشاور لهم علشان ما حدش يقبض عليه وبتقول له خلي عندك كرامه وابعد عني وكفايه اللي انت عملته فيا، فبيسيبها وبيخرج من الفندق. وبعدها هي وامها بيكونوا في العربيه وساعتها هاليز بيحجز عليهم بعربيته فالسواق بيقف، ولما امه بتشوف هاليز بتقول لبنتها ما تنزليش من العربيه لكنها بتنزل من العربيه وبتقول له عاوز مني ايه ما تسيبني في حالي بقى. وقتها هاليز وسواق التاكسي بيقول له ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، فبيقول له انها مراته، فبرغن بتقول له مراتك مين انا مش مراتك ما تفهم بقى كل اللي بينا انتهى خلاص. وساعتها هاليز بيطلع مسدس وبيضرب امها بالنار فبتقع على الارض، وبعدها بيضرب برغن بالنار وبنشوف امها بعد كده وهي بتفتح قبر بنتها وبتحضن شاهد القبر وبتفضل تعيط. ووقتها بنعرف ان برغن اتقتلت على ايد جوزها وامها اتصابت ولكن قدروا ينقذوا حياتها، وكملت الام حياتها جنب قبر بنتها وصورها اللي كانت ماليه بيتها. وللاسف هاليز هرب وسافر لالمانيا وبعدها اترحل لتركيا واتحكم عليه ب 15 سنه سجن وكمان اتخفضوا ل3 سنين وخرج حسن سير وسلوك، واسم القاتل الحقيقي هو هاليز سيربست واتحبس في جريمه عنف تانية سنه 1955. وفي ناس بتقول انه خرج من السجن بين سنه 2002 و2010. وبنعرف في نهايه الفيلم ان بين سنه 2011 و2020 فاكتر من 2000 ست في تركيا اتخطفوا او اتقتلوا. وبكده بيخلص تلخيص فيلمنا النهارده. سلام.